مجمع الفلاحي بنابل نحن مبدعات. المجمع هذا يتكون من نساء أكهو معناتها 11 امرأة، كلهم يخدموا بيديهم. معناتها عندنا من تقطير الأعشاب، عندنا من استخراج الزيوت الطبيعية، عندنا الصابون البلدي العربي اللي بالأعشاب، عندنا الهريسة، عندنا الهريسة بجميع أنواعها معناتها، وعجة مي اللي تمثل النبتة المفورة، الهريسة العربي، عندنا الفحات بجميع أنواعها، بالفحات الكل معناتها المخلطة والعربي كما الفلفل الأحمر وكل شيء، معناتها كل شيء طبيعي. عندنا زاد التقطير، جميع أنواع التقطير، اللي بلونت كلهم نقطروهم بتقطير عربي. عندنا تشيح نتاع الغله والخضره وكل شيء في المجمع نتاعنا. لنا معناتها بالكونتيتي الصغار، حتى كيف مثلا تجينا كونتيتي كبيره نوليو نحن الكلنا مع بعضنا، مثلا عندنا بيعه كبيره، عندنا مثلا تقطير كبير ولا حاجه، نتلموا الناس الكل ومجمع فلاحي، نتلموا النساء الكل مع بعضنا معناتها نخدموا مع بعضنا، والارباح تعود لنا احنا زيدا. رجعت لتونس حبيت الحاجه نتاعي التونسيه اللي هي بالطريقه التقليديه، اللي هي حبيتها معناها بالحق توصل للناس كليك بالطريقه نتاعنا التقليديه الاصليه، فهمتي. وقعدت خدمت الخدمه هذيك بغرام. منين زادت تعرفت على مجمع الفلاحي بنابل، زدنا طورنا بالطبيعه من معلوماتنا الكليك، تطورت المعلومات نتاعنا بحكم المجمع يوجهنا شويه بشويه لفورماسيون وتوجيهات نتاع اعضاء المجمع الفلاحي وديوان الصناعه التقليديه في نابل. وقعدنا مبدئيا بديناها بشويه بشويه لين تويكا ولينا نقراو في برشا حاجات بالفورماسيون، سواء كان في مجال التقليدي والصناعه التقليديه، سواء كان حتى في الفورماسيون بروفيسيونيل اللي هي الفورماسيون باش نوليو نخدموا خدمتنا وانه مشروعنا يكبر بطريقه بروفيسيونيل.